السلام عليكم، حياكم الله قناة واشياء منزلية. اليوم عندنا تحلية بسيطة ولذيذة وسهلة بنفس الوقت. أحتاج كوب حليب، علبة من القشطة، وثلاثة باكيتات من البسكوت، واحد محتاجيته، وملعقة كاكاو بودرة. هسه أول شي راح أحتاجه إنه أنا أكسر البسكوت بصورة صحيحة حتى أسهل خلطها بعدين، إما أكسرها بإيدي أو أكسرها داخل الباكيت حتى تصير سهلة علي وأطشر شوية على الحليب. راح أكسره وبعدين أفرغه من التشيز. أكمل 3 باكيتات، الباكيت الرابع ما احتاجته، كانت الكمية كبيرة وسويت لي كمية محرزة يعني، راح تشوفون بعدين. أول مرة أسوي المونتاج بالنقال ويا رب يضبط. هسه بعد ما كسرته حتى يكون سهولة بالخلط أفرغه بداخل العلبة وأضيف عليه المواد. المكونات كلش بسيطة، لا تنسونين اللايك. خليت البسكت، بعدين راح أجي أخلي كوب الحليب، طبعًا أي بسكت متوفر عندكم، أنا استخدمت البسكويت مالت الشاي، وهذا كوب الحليب، وبعدين راح أجي أضيفن القشطة، أي قشطة متوفرة بس أنا فضّلت هذا لأن بيها طعم حالي، فتفيدني بالتحلية اللي أنا جاية أسويها. قصيتها من فوق ومن جوا خليت ثقب حتى يدخل الهوا فتتفرغ بصورة صحيحة. أخذت كل الكمية من العلبة، أجي أحركها بملعقة، بعدين ننتقل للخلط، أخلطها وأرجع. وبعد ما خلطتها صارت بهذا الصورة سائلة، راح أجي أخليها بالعلب، راح أقسمها قسمين حتى أقدر أسوي التزيين بيها. هذا القسم اللي راح يكون لونه أبيض، القسم الثاني خليت نص الكمية، راح أجيب ملعقة الكاكاو أضيفها عليها، وأضيف ملعقة سكر، أنا ما كاتبتها هنا لأن ما خليت مقابل الكاميرا، ملعقة سكر لما ضفت الكاكاو، وأخلط وأرجع لكم. وبعد ما خلطتها راح أشوف أن القوام نفسه تقريبًا ما اختلف لأن هي ملعقة واحدة ما أثرت، ونفس الوقت اللون يبين مختلف. طبعًا التحلية كلش بسيطة، ما شفتوا بيها تعقيد، وراح تسوي كمية كبيرة، فإذا كان واحد عنده عزومة مثلًا أو راجع من دوام وما يلحق يسوي خصوصًا برمضان مثل حالتي، فأشوف أنها بسيطة ما تاخذ وقت، مجرد أخلط أصبّنه خلاص انتهى الموضوع. نجي على طريقة الصب. أخلي علبتين يمي، أصبن مرة أبيض مرة كاكاوي، وهكذا إلى أن أحصل على أكثر من طبقة لما يمتلي الصحن عندي. وبهذا الشكل حصلت أكثر من دائرة، أجي أخطن مرة خط للبرة ومرة خط للداخل، فبهذا الشكل راح يعطيني تزيين جميل أشبه بالوردة تقريبا. وألف عافية. خلي نشوف الكمية اللي طلعتها من 3 باكيتات من البسكويت، وهذا هو الشكل النهائي. يعني يفترض يكون أحلى، لكن بسبب التصوير ما كنت مسيطرة على اليد بشكل تام. طلعت عندي صحن و10 طاسات صغيرونة، وراح أخططها بنفس الطريقة، وبعد ما أكمل أحطها بالثلاجة فترة بسيطة إذا كان الجو شتا، وتقريبًا 3/4 ساعة إلى نص ساعة إذا كان صيف والجو حار. وألف عافية، ولا تنسوني من اللايك والاشتراك والمشاركة. شكرًا جزيلًا للمتابعة ودمتم بألف ألف خير. مع السلامة. معقولة لسه ما دزتوا لايك؟ لايك.